اهلا بكم. طلاب كلية تمريض جامعة نينوى، اهلا بكم في البشير. كلية عمارة جامعة قسم الكهرباء، اهلا بكم في جامعة المشرق. كلية الصيدلة، اهلا بكم في جامعة بابل، اهلا بكم في كوكب الأرض إلى جمهورية البشير، اهلا بكم في من كوكب الأرض كلية علوم بيئة وتقنيات، أهلا بكم في من كوكب الأرض جروب صناعة الأفلام، أهلا بكم في جامعة الأنبار قسم المحاسبة، أهلا بكم في البشير. دفعة تقدير 23، اهلا بكم في من كوكب التسخيط والرسوب لاغصون، أهلا بكم في البشير. من كوكب الأرض نصب إنقاذ الثقافة، أهلا بكم في اهلا بكم في البشير. كابتن أحمد، الدرع الخارجي للمركبة تضرر. هاي شكو، هاي وين طبوا بينا؟ مستوى الأكسجين بدأ بالانخفاض. سيدي بيختنق، يمكن بديت أشتاق. شوفين اكسجين خانه على السريع، انت وين طلبت بهذا السديم هذا؟ شفت اسمه حلو على الخريطة. غصون شوفين اكسجين خانه على السريع بسرعه. الخريطة الملاحية تظهر أن أكسجين خانة بنس فاذر، يعني أبو أقلام، هي الأقرب حالياً. تشغيل محركات النفاثه باقصى طاقتها. حدث تقدرون، شكرا، تقدرون تشوفون بثنا كل يوم جمعة الساعة 9 على قناة دي دبليو عربية، وتقدرون تتابعونا على محطاتنا على كوكب الأرض اللي هي هاي، وتواصلون ويانا من خلالها، وتقدرون دائما تدزون لنا الأشياء، واحنا إذا وصلنا البث عود نتراسل وياكم وندز لكم أشياء. الحمد لله على السلامة يا جماعة، عدت على خير. غصون، تقرير وضع السفينة. تقرير الحالة للسفينة يتطلب عمل تصفير للفلنجات. ليش؟ إذا طخت 120 وانت على الدولي ودست بريك ورجلك قامت ترقص ويا البريك، خوي أقول لك إياها من الأخير، روح صفر الفلنجات. بوي رحم الله والديك، اللي دا يشوفني وهو ما يعرف شنو يعني، ما يحكي عراقي، ما يعرف شنو يعني صفر فلنجات. الفلنجة هي تصفرها لازم، فتجيبها وتسوي لها صفر. الفلنجة هي الفلنج بالانجليزي، بس احنا نسويها مفرد ففلنجة تصير، لانه احنا بغرض السياره هوايه نتلاعب بالكلمات الانجليزيه. عندك النيذل اللي نسميه نذل، فشو يصير عندك نذل مال كابريته. فيت بامب هو فيول بامب هو نفسه. منين جت هاي التاء مال فيت وشو وقت دخلت للتاريخ ما تعرف. فتش البريك هو حلق البريك، هو اللي يصير. تورنا هي مخرطه بالحقيقه، تورنا هي مخرطه، بس لانه الوضعيه صايره مخرطه فسموها تورنا. يعني تخيل واحد يشتغل بالتورنه، فشو يسموه المفروض لو كانت اسمها مخرطه يسموه خراط. فيقولوا له اصدقائي دس اورش دا اخرط، فما ترهم تصير واقفه وعيب، فسموها تورنه. زين عيني، واذا دقت دوانز ليش يصير عندك دوانز؟ بحالتين، أول شيء البنزين اللي مفوله آخذ شربت، ومن يدخل للمحرك ما يصير احتراق فيطلع هذا الصوت در. ثاني حالة من يحمى المحرك، ومن تحمى السيارة راح يصير انفجار بالحجرة قبل لا تجي الشرارة من البلك، وهم راح يطلع لك يا صوت. اشكرك اخوي عباس، كتالوج ممنون حبيبي. عيوني انت شنو هاي ما تقول لي فيتر انت؟ لا جديات، شكرا على المعلومات، بس ما حرج، معلومات حقيقيه مهمه للي مهتم بالسيارات. تابعوها على حسابات على السوشيال ميديا. صفقه البسمه، صفقه حبابه والله. زين وصلنا للاكسجين خانه من وقت والله. شكت ابره،
وصلنا. حلوه مال ها توصف حاله زمنيه رغم ما بها مفردات. شلون صمموها العباره ما ادري، المهم يعني المعنى الهاء ترمز للبدايه والاها ترمز للنهايه وما بينهما حدث. شنو هو وينه ما تدري وما تفهمه وين. طبيت ابتدائيه لقيت نفسك مظاهره متخرج تريد تعيين. زمن كامل بالموضوع. امك قالت لك اريد اشوف جهالك لقيت روحك عندك 4 زعاطيط والمؤجر واقف لك بالباب وعندك حصوه بالكلى. ابو الاء الولاء يفتح الباب للمنازل التطوع المنازل الكبرى كل شيء ما صار. فال هو ضمير مستتر تقديره ياسر الصخير بوزاره النفط. المهم بشوارع مثل بغداد تمر باشياء عجيبه وانتم تعانون كلش يوميه من وراء الازدحامات. الحمد لله عندي فراغ عاطفي جدا انا هنا، أنا ما اعاني هاي المعاناه. بالنسبه للعراقيين اللي صار لهم هوايه ما رايحين للعراق، فريدكم تسوون وياي الاتي. غمض عينك وتخيل المنظر وانت هسه حاليا في احد مناطق بغداد. انت طلعت من بيتك وبلشت تلزم الشارع، كيف فتون كاتب على الجامع الورا، تستاهل برد ضيعت المدفيك، تمشي لغاد، تشوف سيارة المرور تمشي رون سايد وينادي عليك بكل احترام اخذ السايد الايمن بارك الله بيك. واذا ما اخذت السايد الايمن يصلخك ببطل لؤلؤ على الجامعة الخلفية. تمشي شوية لي قدام تلزمك مرابطة مشتركة تلقى بيها المرور والاتحادية والنجدة والانضباطية، فتيات القوة وتليتابيز وواقفين دي يفتشوك واسئلتهم مال خطار بالعيد مو اسئلة امنية. قل لي بيش صارت عليك الله يعمرها؟ بس هذا النوع مو مرغوب كلش، انا اخوي اخذ الاحدث من الزبالة كلها تضليع وذاتك. نص ساعة يلا يهدوك وهاي بيها فلسفة حتى يعلموك عمليا انه ما تضيق الا تفرج. تطلع يلزمك ازدحام من هذا اللي طف السيارة فيجيك ابو الورد، ورد طبيعي اشتري الله يزوجك اياها. زميلة بالشغل دا اوصلك شفيان شر نوبية تكيف عبال هذا رسائل مبطنة لها وانت جايب ابو الورد. تفوت بفرح حتى تخلص من الازدحامات تلقى الطسات اللي بيه من كثر ما صار تنزل من وراه تحس نفسك فتيلة مال لاله، تحس نفسك الدولار نفسه. يابا مو شارع مبلطه ليش هالطسات هاي؟ والله مو مخلف 6 جهات بالغلط واخاف يندعمون وبيت تجاوز واناشد الحكومه تجيب لي بيت وتشد لي راتب وتشتري سياره، وين الحكومه وين المالكه؟ تمشي لغاد يطب تيك توك خطف بصفك تحسه طالع من جواباتك ويندار عليه يقول لك هاي عزيز. تريد تلحقه يخذرك بعباره على الجامعه ورا كاتب بيها اللي يحب له وحده وجيبه فارغ باكر يموت بعرس. خلاص فتح عينك انا اعتذر على هذا التخيل. اشرب جلاس مي وتعوذ الشيطان وخليك يمك. مو ضروري واحد يزور الوطن مو بالله. علي ايش نكتب احنا على السفينه اللي ورا؟ ما كاتبين شيء. شنو احنا واحد ايش نكتب شيء؟ نكتب الفضاء الله صعدنا وقلنا نرتاح. الله. اجانا الضيم من بين المجرات. الله والله عجبتني والله حلوه. قابل محطه الفضاء الدوليه احسن من عندنا؟ ليش كاتبين عليها؟ ردتك تنجذب لي وللفضاء جيت هنا وما مش جاذبيه. شباب اكتبوا لنا بالتعليقات شنو العباره اللي نكتبها على السفينه، راح نختار الاقوى من عندها. يعني احتمال واحتمال لا، يعني كيف؟ كابتن احمد الجاذبيه في السفينه في ادنى مستوياتها. يعني شو اسوي هسه؟ لازم نحتاج استخدام مصدر للجاذبيه. سهله. في الجاذبيه في دول الله. المهم بس انا متعاطف ويا سكان كوكب الارض وخاصه العراقيين بصوره عامه، يعني بصوره خاصه قصدي، يعني يمرون بالازدحامات هاي يوميا. يعني تقريبا ازدحام بطول 2 كيلومتر او اكثر من 2 كيلومتر من نهايه منطقه الدوره. ازدحامات على قناه الجيش من كل الاتجاهات طبعا. طبيعيه الموضوع صار جزء من حياه العراقيين، انه يطلع الصبح يلزم ازدحام 6 ساعات، ف6 ساعات من كل يوم هي طايره لانه بالازدحام. زين ما لها حل، ما لها چاره. شنو حلول الحكومه لمشكله الازدحامات؟ إدراج مشروع قطار بغداد المعلق في موازنة 2023 وإرساله إلى مجلس الوزراء. لا يجوز للعراق، هذا البلد العريق، هاي العاصمة العريقة، أنه لحد الآن ما بيها
يعني قطار معلق. أطول رحلة في قطار بغداد تستغرق 23 دقيقة من أقصى شمال بغداد إلى جنوبها، والطاقة الاستيعابية لقطار بغداد في الساعة الواحدة 30,000 راكب. القطار المعلق 14 محطة، طول مالته 22 كيلومتر. يبتدي اعتقد من الحسينية او من الشعب، ما متأكد. فمترو بغداد اللي انا قدمته يحتوي على 5 خطوط. بغداد يبديها من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، حتى يوصل للمطار. توصين من ابعد منطقة لابعد منطقة خلال 15 دقيقة ماكسيموم، وبكروة 1000 دينار. خلي افيدك، المترو راح يكون تحت الارض. مسافرين برا وشايفين. ما راح تتاثرين بالازدحام. تمام. واو، اكو قطار سريع، مدري مترو انفاق، مدري قطار معلق، مدري هو منهن راح يصير ببغداد. واو، قطار غير القطار مال الزوراء. لا، وتعليق همات، قطار سريع ويمشي وش اسمه ويبيع. ايه الله. فايدي ايش نكتب عليه هذا؟ ريلان على ظهره يشيل شمات، ولما وصلتهم باعوا السكه. حبيبي والله تؤمر امر. زين، وهذا المترو مدري قطار سريع، مدري متعلق، مدري منين راح نعلقه؟ ولتقريب وجهة النظر أكثر، ويانا فيديو جرافيكس حقيقة سووه الشركة الفرنسية اللي تريد هي تسوي هذا القطار، حتى من يجي القطار المعلق لا تنصدمون بالإنجاز الهائل. يعني من يصير الثلاثة تقول قطار يبا، لا تشوفه يعني صدمة أولية. شغلوا لنا الفيديو بالله. عندك هنا شارع في مدينة بغداد، هنا عندك لقطة مهمة. أوقف لي شوية هنا. شوف، هو فيديو جرافيكس والمفروض تخيلي، والمفروض يصير بأحسن حالات العراق وبغداد، بس حاطين لك هنا زبالة بالقاع وصبات على اليمنى ورمبة مال مي على اليسرى لإضافة الواقعية للمشهد العراقي. كمل بالله. تنطلق شوية بفيديو يطلع لك شارع من شوارع بغداد الجميلة النظيفة اللي ما بها أي شيء. سبحان الله صار هنا تلاحظون، أوقف هنا تلاحظون أنه بغداد صار بها أشجار مال غابات الأمازون، فهذا دليل على أنه التماسيح كثروا بالعراق، فالله يستر من الجاي. كمل حبيبي. هذا المفروض أنه هذا نخلة، بس هي بالحقيقة ورق ما سلق حاطيه على النخل، فطالع عندك نخل متسلق. بعدين اللي جوا بالباك جراوند ورا النخلة اكو الكرينات مال جامع الرحمن بعدهن. يعني هاي كارثة اذا ظلينا ذاك الوقت. نكمل حبيبي. حتى الفرنسيين متخيل الموضوع. هنا عندك مواطن عراقي دا يتمتع بقطار المعلق وهو متعلق ايضا. شوف، تيشيرت اخضر وجينز ازرق. انتبه على المواطن الرومانسي ايش راح يسوي فيه. حركة رومانسية جيب لي الله، تايتانيك every time. عندك هنا مواطنين عراق. اوقف. مواطنين عراقيين فاتحين الشباك، تدري يعني الجو كلش جميل دائما بغداد، فمفتوح الشباك وحتى بنكه ماكو. هاي هنا اكو قطع بالفارسي مكتوبه، فهذا يعطيك انديكيشن انه الله يستر من الجاي. يعني العراق راح يقوم يحكي فارسي. وهذا كان القطار المعلق. طو صفقه القطار المعلق، سووا لكم اياه خلاص. هاي بس والله بعد عندنا معلومات عن هذا القطار المعلق. أنا أريد أشوف هذا القطار راح يطب منين ويطلع منين. هذا القطار منين طب ومنين طلع؟ أو أنتوا منين تريدون تطببون القطار ومنين تريدون تطلعوه من بغداد؟ ومعلق حلو، يعني هم قطار يطب ببغداد وهم معلق. وأنا ما أريد أعرف منين يطب ومنين يطلع. أنتوا منين تطبوا بالضبط؟ هو صاحب كل الأحوال بغداد كبرانة. نكتة أقدم من القطار المعلق. مش قد صار نسمع بيه. هاي نكتة أقدم. بس يعني لازم نحذر قبل كل شيء. هو شنو هذا اللي راح يطب؟ قطار سريع، لو مترو أنفاق، لو قطار معلق، شو كل واحد ايش الشكل؟ المترو حتى لو يجي المترو هم ملينا من عنده من كثر ما نسمع. راح للنقل، اجى للمحافظة، راح للأمانة، كملنا التصميمات وما ندري وين هذا يصير. يمكن اهل بغداد هم ما يصدقون انه هذا فعلا المترو صار. شلون ابو درب؟ هاي حتى اقول لكم ما راح يصير القطار، فيقول لكم عم ملينا من عنده. فايش شو تقول؟ نخليه يوليشنا على القطار هذا. والله ما ملينا، فاحنا ملينا من القصه. بس ما ادري جنابك، يعني اذا بدك تلاحظ، مبروك باركوله محمد السوداني صار رئيس وزراء. باركوله انت رئيس وزراء. دولتك يعني تعرف مو كلنا عندنا سيارات ويو يعني، والطريق ابو ساعتين ازدحام يصير ب10 دقائق عليهم، وما نوقف بسيطره ونفول ببلاش. فيعني والله اليوم انا فتت من الشارع وفات واحد من الولد المسؤولين، اقسم بشرف يمكن وراه 200 سياره،
يدري اللي هو ياكله، يخاف يطلع له طنطل. زين 200 سياره تمشي وراك، بابا لا تخاف اقعد ببيتكم. زين شنو هذا؟ والله وبمنطقه بس الله يشوفه. اي والله والله العظيم صحيح نجم، والله صحيح. بس قبل ما اكمل وياك نجم، انا بس عندي ملاحظه مهمه. قل لي شلون شو يسوي للمحافظ؟ هيك هاي الزمه من حلقه وشك حلقه. اشكرك رحم الله والديك والله ممنون. كل ما اضوج اشغل هذا الفيديو مسوي منبه الصبح الاسبوع من حلقه وشق حلقه. وبما انه الولد والمسؤولين وجهالهم ما راح يبطلون يخافون من الطنطل لا يطلع لهم، فاحنا نحتاج مترو نروح ونجي بيه ونعرف لهم الشوارع كلها لهم. لانه اذا عائله مسؤول من 5 نفرات على 200 سياره حمايه للواحد صار 1000 سياره، يا دوب تكفيهم الشوارع خطيه. احنا محتاجين المترو. هسه معلق مدفون مبزول مو مشكله عم عادي، احكوا لي هذا عم بيش بشتري. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليار دولار يمول عن طريق الاستثمار من قبل الشركتين. ذاك 4.5 مليار التكلفة مالته صح؟ هذا 2.5 مليار ويقولون قليل، هسه يبدون يزيدوها إلى 3 مليار حسب ما سمعت. 3 مليار عم 4. يلا اخوي اخذوا راحتكم واكلوا خميع عمات هبيط ام العراوي اضربوا بيره. يلا شنو هذا صعد ويا صعدها الدولار؟ شنو صار هيك سعره؟ تخيل تسوي قطار ب4 مليارات دولار ويفوتوا بوحده من المناطق يطلعون الجهال دق ثلاثيات يعملوا كنبق مو قطار. والله هي يعني يا دولتك مو انت خلص روح بعد. والله يا دولتك يعني حقك تمل من عنده اذا وصل لك هيك رقم، حتى قطار العمره قاطعه بعد. بعام 2010 صرح أمين بغداد تم تخصيص مبلغ $1 مليار. كل القراءات تقول الكلفة تضاعفت 3 مرات في نهاية العام، والمفارقة كلفة المشروع قفزت لتصل إلى 7.5 مليار دولار. احنا بلشنا ب 2.5 مليار، بعدين مليار، بعدين 2.5 مليار، بعدين ب3 مليارات، هسه صار ب7.5 مليار. صح ودنبلة عاد كافي. هذا بعد 5 سنين شكو واحد التقى بسيد مقتدى يبيع حتى شو اسمه حتى اللي فلوس القطار ما ادري المترو هذا. شنو هذا البلد المليارات بيه تطافر ايش مطافر. ماكو احد منا يساعدنا بهالرطينه هاي. أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا تسعى إلى مواكبة المشاريع الهامة للعراق، لا سيما مشروع مترو بغداد، مؤكدا التزام بلاده بدعم العراق. ضمن البرنامج المعد للحكومة الحالية فإنها وضعت استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في أولى اهتماماتها، إضافة إلى تفعيل مشروع القطار المعلق من خلال إبرام الاتفاقات مع الشركة الفرنسية ترانسبورت. لا الفرنساوية لا خلاص ما راح اقتل ابو حاتم خلاص. لا الفرنساوي ما يدخل حالة الضبع. تريدهم يدخلون قطار؟ لا راح يصير 16 جزء وبعدها فرنسا تحاول حتى تدخل حالة الضبع من الشبابيك. لا خلينا بلا مترو ولا تدخلون الفرنسي بالقصة انه بيبنوا لهم قطار علينا حتى عندنا حتى كل ساعه فايتين طالعين على بدنا نشوف القطار ايش محتاج ما محتاج. لا مو علينا الدوالق حبيبي. وساعة الساعة وزعلوا واخذوا القطار مالتهم ويطفرون. شو يسوي؟ نفتح شنابر مال جقاير ماستر شو يسوي؟ سالفة مكيسة هاي. بعدين تدرون الفرنساوي ايش قال تآمر على العراق؟ تريدون فرنسا تسوي المترو تعرف وين طاب وين طالع؟ جيب مسلم التشايتشي اللي بباب الحارة وسأله شنو رأيك تتدخل فرنسا بالعراق؟ رفض التدخلات الأجنبية كافة. طيب. طبعا الكافة شوية كانت عبارة دبلوماسية. هو كان المقصود وأذكرها وأقولها بشكل صريح. نعم. كان المقصود التدخلات الفرنسية، وأكد على رفضنا بشكل واضح لما قام به الرئيس الفرنسي في التدخل في محاولة فرض إرادة معينة. أولا هذا تدخل كما قلت، وبالتالي أنا أقول أنه على الرئاسة الفرنسية أن تصحح موقفها، أن تقدم اعتذار أو توضح، وإلا فإن هذا سوف يكون له تداعيات في مستقبل العلاقة بعد تشكيل الحكومة القادمة بعون الله. فرنسا يعني أنا أقدر أسميه الذيل الأمريكي، جاءته أمر من أمريكا بأن تحضر في القمة وتعطي أوامرنا. كل أوروبا تابعة لأمريكا. سيدي الكريم يا باطل يا باطل فتحية اعمل لنا كاستين شاي على كيفك. هذا الحكي ما مدري شنو بنوب شو بنا هاك تريد تجيب لنا الفرنساوية يسوون لنا مترو ناقصين فيول احنا معودين.
بس شلون تدخلت هي؟ ما دا اتذكر زين بالله، بس ذكرونا فرنسا شلون تدخلت؟ هو قيام الرئيس الفرنسي بالاتصال بقيادات عراقية سياسية مهمة من الخط الأول. طيب. وأن يطلب منهم التدخل في الموافقة مثلا على شخص معين لرئاسة الحكومة. هذا تدخل سافر ومرفوض. شخص موجود ولا اسم جديد؟ زين. بس عيد لي اياها شوي والله ما حيدر الزبوق، عيد لي اياها. شوف الله اضحك ضحكه. عوفك من فرنسا. دقيقة تعال وتدخلوا مدري ايش. تعال الزبوق تعال. كلش ضحكت انت. ممكن توضح لنا الدعابة وين كانت بالله وهالقد ضحكت؟ وين يعني هو اكو 2 لوقية ضحكة وانت صفقت بيد. ايش بيه؟ لا والله جديات يعني. قال شخص موجود يعني يجي كوميديا بيها وانا ما ادري. يعني هو كان مصطفى الكاظمي ومحمد السوداني يعني الشيعة يعني قيس الخزعلي يعني يجي خايف من القانون. هاي نكتة. مو هذيك شخص موجود. قد محبوب حيدر الزبوق باع والله العظيم جديات باع. اسمعها من انسان طششك، لان لو ما اني كان ما موجود بالحياه. اسمع هذا الخير اللي انت بيه كله من وراي، والله العظيم من وراي اخي. والله العظيم انت ما عندك قبول وخفيف والنوب سمنان ونبرة صوتك وطريقتك بالحكي والله مو خفيفه. انت حتى لو كنت تشريني كان صرت اني ولائي والله. انت مخبر بس تدري ليش اصير ولائي؟ حتى احكي عليك لان ثقيل دم ثقيل والله العظيم. مو شقي يغثني يعني يطلع باللقاء بدك مدري شو تسوي تسوي شيء فتقوم تطبخ تشريب وش تسوي. وين كنا؟ المهم يعني الرئيس فرنسا يتدخل باختيار رئيس الوزراء وبالتليفون. هاي شنو؟ هاي شو وقت صار رئيس فرنسا وابراهيم رئيسي؟ شو وقت؟ شوفونا بالله بعد فرنسا شلون تتأذي العراق. كل الدول المجتمعة ما عدا الجمهورية الإسلامية، لأن تركيا وياهم هم كلهم أعداء. السلاح الحقيقي والضامن الحقيقي لنا بعد الله الحشد الشعبي وفصائل المقاومة مستهدفة. اجانا الاتحاد الدولي وقال متفقين على أن هذا المؤتمر عقد لنزع سلاح وحل الحشد الشعبي. العراق الرسمي أن يكون حادلة فارس السبيس للدخول الفرنسي للمنطقة بهذا الشكل. ماكرون نسيتوا موقفه من الإسلام وإساءاته. يعني هم جايين حتى يحلون الحشد ويمنعون الميليشيات ويحاربون محور المقاومة ويمنعون عمليات تهريب بس كتب الولد إلى خارج البلاد. لك هذول حادلة ما السبيس راح يجعصون العراق جعص. زين محور المقاومة شنو ردة فعله من هذا السبيس المحدول؟ ولا تنسون أول باشتان المحور شكلين ما بيحكي، ثاني باشتان المحور شكلين بيحكي. أشاد القيادي في تخالف الفتح سلام حسين بزيارة السوداني إلى فرنسا مشيرا إلى أن السوداني يوقع مع ماكرون اتفاقية استراتيجية. حسين وخلال لقاء سابق بالجنوب أكد أن زيارة السودان تحاول إنهاء السيطرة الأمريكية على العراق من خلال التوازن في العلاقات والانفتاح على أوروبا. هاي شنو؟ زار فرنسا وقع اتفاقيات. زين شلون ينهي السيطرة الأمريكية بالانفتاح على فرنسا الذيل مال أمريكا؟ يعني هسه أنا إذا أريد أنهي السيطرة الإيرانية على العراق أروح أنفتح على حسين نمونة؟ هسه لو بس ننفتح على فرنسا ما يخالف، لا فوق راح ننفتح على كل أوروبا، راح نشبع فتحات. بشرفي أنا ما مستحي غير بس من خالد السراي. هسه تو كان يحذرنا من فرنسا ويقول دير بالكم، والإسلام موقفه من الإسلام ماكرون وعلى سلاح المقاومة والسبيس والحادة الأوروبيين. هسه إذا شفته شو أقول له؟ شو أقول لخالد السراياني؟ كلش حلوة إنه ترتب الاتحاد الأوروبي قبل لا تروح لأمريكا. يعني تعرف وضع الاتحاد الأوروبي. هسه راح بعض يتسولون هسه خالد وين يروح؟ ايش يكبروا وش عرضوا مؤتمر يوم واحد ويلون؟ لا يا معرضها يا خالد. لا ولك مستواك كردت وماكرون الإسلام هسه صارت حادثة. اوكي هسه كنت تحب الفرنساوي. زين هي فرنسا ليش جايبه حادلتها وجايه تحدل سبيس بالعراق؟ هاي سوالف مرشحين البرلمان مو سوالف دول عظمى. شو السالفه اخوان؟ زين مو المفروض عندنا حكومه ذات سياده وهيبه وابها تدافع عن العراق وتحمي مصالحها؟ شوف حيدر برزنشي هاي نكته.
هاي اضحك عليها وصفق عليها، مو هذيك اسم اثنين. وين دور الحكومه؟ والله حكومه الإطار وين دورها؟ السيد السوداني عاجز حتى عن فرض ارادته امام الاحزاب، واكبر دليل على ذلك هو اليوم جيش المستشارين. لا دقيقه بدنا نحكي على حكومه الإطار مو حكومه الكاظمي. لحظه، هذاك الكاظمي حكومه المستشارين، هاي حكومه الله يوفق، الله لا يوفق، ما ادري شنو هي. ليها مستشارين هاي الحكومه خطير. فتح بوري مال مستشارين، القائمة وصلتني بيها 20 اسم، ما راح استعرض الأسماء. على كيفك يا معود، يعني هم كلهم 20 اسم بس مو مال بوري لهالدرجة. صوندا مال حديقة ترشرش بيها على الخفيف. بعدين اكيد محتاجهم، ما معقولة بلا سبب معين 20 مستشار. انت اليوم عندك 20 واحد؟ لا انا اقول لك تجاوزوا ال 70 واحد. هذا المعلن يمك 20. انا اعرف ال 70 مستشار الان. 70 مستشار؟ لا هذا طلع منهول، هذا مال مستشارين مو بوري. ايش قد راد لهم رواتب ومخصصات وحوافز ومكاتب ونثريه وفلوس بنزين وسيارات وحمايه وقوط واربطه. هي الموازنه بلا شيء طالع من رواتب. كلفه المستشارين اكثر من كلفه المترو، راح يحتاج مترو خاص لهم يصعدون به هم والتهوات مالتهم. ايش دعوه 70؟ الا اذا هيك يسطرون الصبح كلهم يدخل عليهم دولته. شنو رايكم اروح لفرنسا؟ اني اقول لو نروح لفرنسا. انت ليش ما حكيت لا؟ اني النقطه. هم لو يعاملون، يعني لو ندزهم يعاملون على القطار، اذا كل واحد ياخذ له خصم جو الفراش 10 مليون يطلع لنا القطار ببلاش المعلق. هم لو دازليهم يروحون يشوفون ضربة القطار شنو، ايش دعوه 70؟ ايش دعوه؟ مستشارين دول مستشارين شنو؟ مستشارين بيا مجال بالله. اذا نتكلم على مخالفته فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل المستشارين اللي يحدد عدد المستشارين لرئيس الوزراء ب6. السيد رئيس الوزراء معين مستشار لشؤون الرياضه، مستشار لشؤون العشائر، مستشار لشؤون الثقافه، مستشار لشؤون الدستور، زين، مستشار لشؤون، والله ما اعرف، يعني ما ظل شيء من شؤون الدنيا ما صار به مستشار. ضيف له 2 مهمات، مستشار شؤون الاحتجاج، جايب واحد يستشيره على الاحتجاج ما ادري شنو هاي، ومستشار الشؤون البيطريه. والله العظيم مو شقه، عنده مستشار للشؤون البيطريه. هاي الصخلش بيها، هاي يا سيدي هاي يرادلها ناخذ منها حليب زايد بيها. مستشار لشؤون الرياضه، والله شو يسوي هذا؟ راجع الفار، رئيس وزراء انت لو حكم ساحه. وهذا مستشار رياضي يداوم مجلس وزراء ملعب الشعب. اما مستشار شؤون الثقافه فهذا يداوم بالمتنبي اكيد. نعم، يقولون احنا لازم نتسلبح على المستلبحين. هذا مستشار لشؤون الدستور، ما قال لك قانون تنظيم عمل المستشارين ينص على وجود 6 مستشارين بس لرئيس الوزراء. زين هذول المستشارين بيهم احد نعرفه؟ تتذكرون الإطار من كانوا يقولون حكومه المستشارين؟ سبحان الله. مبارك للسيد هاشم الكندي صدور الامر الديواني وتعيينه مستشار رئيس الوزراء، هيك سمعنا، ما اعرف يعني الخبر دقيق 100%، فنبارك له بهذا المنصب. لا موضوع استاذ هاشم مضبوط وصاير يعني الله صدر امر مباركة له. يعني المهم اما انه اني كردي او عربي اتصور شرف ان اكون في موقع اخدم به الشعب العراقي. 9 للدعوة، 3 للعصائب، 1 عديل المالكي، 1 للحكمة، 1 حزب اسلامي، 1 للمجلس الاعلى، 1 للجعفري، 1 لابو مازن، 1 كردي، 1 بابليون. كل اليوم الموجودين من المستشارين هم ترضيه. يعاملون المنصب كانه فصل عشائري، متخارب ويا عشيره، فتروح تحول يوم يطلبوا منك 3 مناصب مستشارين، وراه يطيحوا لك 1 جوا الفراش، ويطيحوا لك الثاني الخاطر جيتك، تعطيهم الثالث وتطلع. شوف انا من بدايه الحلقه وانا متوقع هذا المترو ما راح يصير السنه الجايه ولا راح يضبط. ليش سيدي؟ تريد تعرف ليش؟ اسمع، بس مو ضروري تركز لان انت ما تعرف تركز. سنه 1981 العراق خلى التصاميم الاساسيه لمترو بغداد 81 وبكلفه شويه اعلى من $1 مليار، وتصاميم محطاته كانت كلش ضخمه وبعضها مستوحى من قصص الف ليله وليله. ولكن بسنه 83 بدأوا الاخوه بمحور المقاومه ينفذون عمليات ارهابيه ضخمه ببيروت وبغداد والكويت. فقرر العراق بسببها انه يوقف اكمال مشروع المترو خوفا من تفجيرات المحطات انذاك. ومن تغيرت الدنيا وصلوا الاخوه المقاومين للحكم، رجعوا سولفوا على المترو سنه 2010، قالوا التكلفه $1 مليار، ورا كم شهر قالوا لا 3 مليار، بعدين قالوا لا 7.5 مليار، وخلصوها طافيه وتفجيرات وبيع محافظات وما تم المشروع
حتى بال 2020 لما قالوا لا هو مو مترو انفاق، راح نسوي قطار معلق وراح نبلش به قريبا، والتهوا بتفجير الرؤوس مال الناشطين بقنابل الغاز وباغتيال الناشطين واختطافهم وتغييبهم، وما تم المشروع. وحاليا المشروع موجود ضمن خطة موازنة 2023. كنت اتمنى يكون عندنا مترو او قطار معلق او اي شيء يقلل الازدحام ويسهل حياة المواطنين، لكن للاسف اللي كانوا سبب بتوقف المشروع سنة 83 صعب كلش يكونون السبب باكمال المشروع بسنة 2023. خليكم يعني. حبيت هذا البلاك بوكس، المكان اللي اسجل بيه الفقان. غصون بلش التسجيل. بسنة 2022 العراق سجل مقتل 150 مواطن بالألغام والمخلفات الحربية المتفجرة. أي نعم 150 مواطن مات بالألغام، لا مواجهات ولا عشاير ولا جرائم قتل ولا عمليات إرهابية. 150 يعني السنة اللي فاتت تقريبا كل 3 أيام اكو مواطن من المزارعين ورعاة المواشي وأطفال ينفجر عليهم لغم أو مخلف حربي ويموتون. وبحسب اليونيسيف بشهر واحد فقط، وهو الشهر الثاني من سنة 2022، انقتل 16 طفل بانفجار هاي الألغام عليهم. هسه تقول لي معود وين اكو ألغام هسه؟ سالفة الألغام قديمة ومال حروب واجتياحات قبل عشرات السنين. الصدمة انه بالفعل هاي الألغام هي بسبب الحروب المستمرة على العراق من 40 سنة، ابتداء بحرب إيران مرورا بعاصفة الصحراء بسنة 91 وحرب 2003 وحرب داعش. وبسبب هاي الحروب حسب الأمم المتحدة انتشر بالعراق أكثر من 50 مليون لغم، يعني لكل مواطن لغم وشوية، ومنتشرة حسب منظمة الصليب الأحمر على مساحة تقدر ب 3200 كيلومتر، يعني بقد بغداد 15 مرة. وأكو 8 مليون عراقي عايش بنص ذن الألغام، وذن الألغام اللي عايشين بنصها العراقيين سببت أكثر من 6 مليون معاق على مدار عشرات السنين. ال6 مليون بالنسبة لعدد السكان يطلع 15% من سكان العراق يعانون من هاي الإعاقات. راح تقول لي وين الفقان؟ لحد الآن بعدك بالكوارث جايك الفقان. مثل كل مأساة صارت بالعراق أكو ناس راح تشوفها فرصة تجارية بها قضبة فلوس زينة، فلا تستغرب من أقول لك ملف الألغام وإزالتها واحد من أكثر الملفات اللي بيها فساد، وهذا الفساد هو اللي سبب كل الضحايا اللي ذكرناهم قبل شوية. واللي لازم تعرف إنه الضحايا أكثر من الأعداد اللي انحكت لأنه صعب يرصدوهم كلهم. زين وين الفساد؟ تبون تدورون ملفات فساد؟ عمي هاي شركتين الله وكيلك أخذت من الحكومة العراقية $1,200,000 خلال سنة. شنو هاي يا شركات؟ شركات يسموها رفع الألغام والقذائف غير المنفلقة. $1,200,000 استاذ محمد بظرف سنه، وهاي اتحدث لك بس شركتين. تمام. مو كل الشركات. وعملت في البصره عده شركات متخصصه بمسح الاراضي الملوثه بالالغام، وشخصت مئات الالاف منها، لكنها واجهت انتقادات واسعه بسبب تباطؤها وتورطها ايضا بصفقات مشبوهه. على اساس ازاله الالغام يروحون هم الجماعه هم ما يقصرون، يروحون بس الرواتب كلها بال14 وال20 ورقه، ويروح هناك يقعد شويه يسولفون يتريقون وهاي ويرجعون. $1,200,000,000 لشركتين فقط من هاي الشركات، والشيء الوحيد اللي طق بهاي العمليه هي الشركتين. اما الالغام فدطق على الناس. راح تسالني لعد دائره شؤون الالغام وزاره الصحه والبيئه شنو شغلها؟ هاي الدائره تاخذ تخصيصات ماليه من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه وايضا البيئه، وتتعاقد مع شركات ومنظمات عراقيه ودوليه لازاله الالغام. وهنا يبلش الفساد من يصير الموضوع عقود وصفقات ومناقصات وتدريب وتوظيف كوادر وتخصيص وميزانيات، خاصة إذا صرفت الحكومة ال500 مليار دينار اللي طلبتها دائرة شؤون الألغام لتطهير 670 كيلومتر مربع بحسب خططها المستقبلية. بس مو هواي هالقد فلوس على مود شيل الألغام؟ بيش بالله اللغم إذا أريد أرفعه أني أدري اللغم البرجر ب10,000، اللغم الصدق بيش. شركة والله مال إزالة الألغام أستاذ محمد بين شهر وشهر سوى عقد $60 مليون. اوف $60 مليون. حجينا اكو فت قضايا لا تصدق.
بين شهر وشهر يسوي العقد ب 60 مليون دولار. اي والله شركتين لرفع الالغام اخذوا من وزاره النفط مليار و200 مليون دولار. يا ربي زين يعني بقد برج سنه خليفة. واحده بسعر برج خليفه اقل. منذ العام 2013 استثمرت الإدارة الأمريكية أكثر من 635 مليون دولار للتعامل مع ملف إزالة الألغام وتقديم الأجهزة. بعض المصادر الصحفية نوهت إلى هذا الأمر وأكدت أن إزالة اللغم الواحد يكلف 100 دولار. ربما هذا المبلغ جعل العملية هدفا لبعض حيتان الفساد المالي في العراق. حبيبي رفع اللغم يكلف من 300 دولار إلى 1000 دولار. 1000 دولار يعني 1,730,000 دينار اليوم. تشيل المرارة لو مصران أعور. والمشكلة هواية من هاي الشركات بمكان ما تشيل الألغام شالتنا بزيج وأخذت الفلوس وراحت. وطبعا كأي ملف فساد بالعراق اللي صاير بملف الألغام هو وجود شركات ومنظمات تابعة لجهات سياسية أو متواطئة وياها تأخذ هاي العقود. عندنا شركه تابعه اخو احد الوزراء، فهذا الوزير مسوي لاخوه شركه، وهاي الشركه طبعا مهيمنه على موضوع اسمه رفع الالغام. رفع الالغام هاي الشركه شهريا تتعاقد مع الجهه المعنيه برفع الالغام شهريا 60 مليار دينار عراقي شهريا. هاي شركه مال اخو الوزير شركه محليه يعني؟ هي عراقيه. هاي جولات التراخيص تجي تسوي عقد ويا وزاره النفط. زين يعني يطلع مدير من الشركه ومدير عام من وزاره النفط يتفقون على النقطه 1000 مثلا بفلان منطقه. تمام. يقولوا له انت تروح تجيب شركه لازاله الالغام من هاي المنطقه، يفحصوا لك يسوي لك كشف عليها، يتاكدون انه هاي المنطقه خاليه من القذائف غير المنفلقه والالغام. أي. يجون يتفقون ويا الشركه. الفلوس على اليمن على وزاره النفط مو على شركه. مو على الشركه. لا هاي الشركه مدلله باشا. زين ما حد يحكي وياها. رحيم الدراجي، الاستاذ رحيم الدراجي، بما انه انت قلت اسماء وما قلت اسماء، فيفضل بالمستقبل انه تحكي الاسماء، لانه بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد لازم تحكي الاسماء حتى يصير ابتزاز. حلو؟ فمرت لك مو اخو الوزراء اخو وزير، قول اسمه فلان وزير اخو فلان، بما انه عندك وثائق وقاعد تحكي عن ثقه. بقت شغله، العراق ملزم باتفاقيه اوتاوا لحظر واستعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضاده للافراد وتدميرها، وعلينا تعهد بان لازم العراق بسنه 2028 يغلق هذا الملف الى الابد. شلون؟ ما اعرف. وقف التسجيل. اهلا بكم مرة اخرى. انا كرئيس جمهورية البشير ما زلت شايل هم العراق. مشاعري واحاسيسي مرتبطة بالعراق. احب الذكريات والاشواق. اذكر من كنت اتريق في العراق اجيب قيمر السده وصمون من الحله ولبن من اربيل وراشي من هيت ودبس منه ودبس من عين التمر وخضورات من السماوه وبيض من الديوانيه ونفط من البصره حتى اقسم عليه الصمون. فاني من كنت اطلع اريد اتريق، فاطلع يوم الخميس اتريق يوم الثلاثاء لان يا دوب المهن ذني كلهن. وراها اكل ويصير عندي جالي. الله يا جالي العراق، الله يا كوليسترولك يا بلدي، الله يا عراق كلك دهن. وبمناسبة الجالي أحب أبارك لهيبة الحلبوسي رئاسة لجنة النفط والطاقة في البرلمان للمرة الثالثة على التوالي، بحيث طلعت له لحية بهاي اللجنة. أما ليش لحوا عليه لرئاسة لجنة النفط والطاقة؟ لأنه الرجل اختصاصه طاقة، مثل ما اكتشفنا بالعام الماضي. هو درس بكالوريوس، ما حد يعرف شنو، بس بكالوريوس وقبل، وحاليا دا يدرس ماجستير بالجامعه الاسلاميه في بيروت اللي ما معترف بها بوزاره التعليم العالي، واللي وزير التعليم العالي هم درس جامعه بيروت، واللي بحسب موقع قناه الحره تبيع اطروحه الماجستير ب 5000 دولار واطروحه الدكتوراه ب 10000 دولار من خلال مكاتب بغداد وبيروت. بس مو هيبه اللي يشتري شهاده ب 5000 10000 دولار، هو دا يدرس بكل طاقه وحماس حتى يثبت لكم. اي فانا من عفتكم واجيت للفضاء، انا بالحقيقه جاي دا اخطط للمستقبل حتى اجيبكم، ومن هذا المستقبل لازم تبقون صامدين اموركم ماشيه وما تلاص عليكم انتم هناك وانا هنا. فكل بلد حتى تمشي اموره اكو موازنه سنويه تحسب الطاب والطالع والمصروف والرواتب وتمشي الوضع.
الموازنه بالعراق تمشي بالدعاء والبركه، ماكو حسابات ختاميه، يقروها يقولون يابا هالقد حنصرف وراها ما تدري ايش قد صار، ما تعرف وين ما تدري. بس هالمره بال 2023 بصراحه بيني وبينكم السالفه عضت كلش. انا هنا من منطلق حرصي على استمرار وضعكم المادي والمعنوي والاخلاقي، لان مثل ما نعرف الوضع المادي مرتبط بالاخلاق، فما دام اني فوق وانتم جوا، وهذا مو تكبر الله شاهد، لا يعني انتم بالارض يعني، فاريد اعرف الموازنه مالتكم ايش قد وصلت؟ وايش قد نسبه العجز بيها؟ وش وقت تتمرر اموركم وتمشون كشعب؟ الحقيقة الموازنة تأخرت ثم تأخرت، يعني كان يفترض أن تقدم قبل هالمدة. المبلغ الإجمالي للموازنة هي كان في بداية الأمر كان 140 تريون، لكن ارتفع ل 160 تريون، وحاليا ارتفع لأكثر من ذاك بسبب زيادة الطلبات على هذه النفقات، بسبب التغييرات التي طرأت عليها دخول المحاضرين المجانيين وتثبيت العقود والأجراء اليوميين. رفع سقف الموازنة إلى تقريبا 200 تريليون. هو حقيقة هذا أمر متوقع، خاصة بعد أنه إدراج يعني ما يقرب من 800 ألف عقود و73 ألف الأوائل وحملة الشهادات العليا. بالتأكيد يعني احنا نتحدث ما يقرب عن 1,000,000 موظف سيزداد. نأمل أن تصلنا الموازنة الأسبوع القادم ليتسنى للجنة المالية ولمجلس النواب أن يصادق عليها. لا أخي ماكو موازنة، الموازنة لا زالت تكتب وتعدل في دائرة الموازنة في وزارة المالية. لا حد يخدع بعد، كل من يخدع اطلع له بالإعلام أقول هذا الكلام. رايحين للشهر الثاني ورايحين للشهر الخامس وسجلها عليه. قول سجلناها عليك وبعدين يعني نسجلها عليك بدون مقابل هيجي؟ يا أخي كفى هذا الشيء يسمونه كفى. أبو علي الشنقة يقول إذا غرقت بغداد تعالوا قولوا لي. إبراهيم الجذاب يقول سجلوهن علي. هيثم الجبوري قال سجلوهن علي. انطونا شيء بالمقابل. أكرر ندائي، في حال طبيتوا بهيك طبة انطونا شيء مشوق حتى يحمسنا ويخلينا نسجل ونتبع. قول أطلع قول أرقص بالشارع، قول أي شيء يا حبيبي، يا عيوني أنت، يا قلبي، يا إبراهيم الجذاب. بس هو السؤال على يا موازنة دا تحجون، لأنه هواية من الناس ما يعرفون أنه موازنة 2022 مع السنة اللي فاتت لحد الآن ما يعرف شنو فيلمها، وحتى حسابات ختامية ما تقدمت بيها. ضيف لها موازنة 23، يعني عندنا موازنتين ما يتمررن بسبب مشاكل مستمرة. تغيير سعر الصرف، سعر برميل النفط، مئات آلاف الموظفين الجدد اللي ضافوهم للموازنة هاي السنة واللي ما راح يستلمون راتب إلا تنقر الموازنة، وهذول ناس وظفوهم حتى يداومون بالدين. داوم اليوم تستلم راتبك غدا. أخيرا هسه اكو عركة بين طرف بالإطار ويا طرف بحكومة إقليم كردستان راح يدفع بتمرير الموازنة، فإيدك والخامس. وهنا أنا عندي رسالة لحكومة إقليم كردستان، ارتاحيتوا هسه؟ تعرفون السيد تحالفون ويا الإطار؟ أسألكم سؤال واحد، اكو واحد عاف السيد والله وفقه عدا هذا وعدا هذا، اوكي، وعدا هذا وهذا همات وهذا همات شويه، هذا بعده يعني بعد ما ضايق التوفيق، وهذا يعني هذا اللي قصده. هذا شلون تعوف السيد؟ اسالكم سؤال لاخ، كم بوري ضربكم الاطار بهاي السنتين؟ السنتين شنو؟ بهالسنين ما تتوبون؟ النوب الاطار بكل مره يلعب وياكم بنفس التكتيك اللي هو تكتيك كلب العشيره وقليط العشيره. يطلعوا لكم ناس تهدد اربيل، تقصف اربيل، تهاجم اربيل والاعلام، بعدين يطلع لك هادي ونور يقول لك احنا ما عندنا مشاكل وياهم، احنا اصلا ندور صلح. ما تتوبون منهم. بعدين الاهم من هاي العركه كلها، ليش موازنه بلد كامل تتوقف لان اكو عركه بين طرف بالاطار ويا طرف بالاقليم؟ يعني انا اعرف في السنوات الماضيه الموازنه تصاغ بالاخوانيات، هذا الوزير عنده كتله كذا كبيره يضغط من خلالها حتى يجيب مشاريع لها. فلان محافظه مثلا اذا نوابها واقفين وعندهم قدره وغيره وكذا ومؤثرين وموجودين بالماليه ممكن يجيبون مشاريع، والمحافظه اللي ما لها احد بالحرب ضين حالها. المساله هي مساله سياسيه اكثر مما هي قانونيه او ماليه، لانه بالدستور هناك ماده تشير الى انه النفقات العامه يتم تخصيصها وفق النسبه السكانيه، لكن الواقع لم يجري تعداد سكاني في العراق حتى نعرف. منو يقدر يسوي لك تعداد سكاني اذا كل فرع بالمنطقه يوميا ينتج 400 بويضه مخصبه جديده؟
ابو التعداد السكاني يفوت للفرع يحسب يوصل لنهايه اكو 13 جاهل جديد اجوا للحياه. لا ورا كبرانين ودا يلعبون بالشارع هم وخنينتهم اللي مثل مزع عمو سجلني. انت تدري الخلفه بالعراق هالقد ما هوايه صارت مجامله اجتماعيه وهدايا بين الاقرباء. الناس بالعراق بدها تخلف وتهدي جهال للقرايب والاصدقاء. تدرون لو لا والله مو شغل. لا شنو اخويا ما عندك جاهل؟ انا اخلف لك 3 وانطيك. اقول لك ابو غايب صاحبي خطيه نخاني ويريد جاهل. حضري روحك والعشاء هم ها. والمرة ما لها رأي بالموضوع هنا، تحبل عاجبها ما عاجبها مو مهم، سارقة مضر. بس الفرق المواد الأولية موادكم الأولية مو يعني تحس عندها مضيف مو بيت رحم. المهم الرجال الطحشاية يعني اهدي طفل. السالفة صارت نخوة. خويا بشاربك محتاج لي 75,000 وطفل يفيدني بكبرتي والله. جايني يريد احصاء العزيز يريد احصاء العزيز يزوبل من الصبح لليل ويا العالم ما قدر يسوي احصاء. ارجع بابا ارجع لك ترجع ما ادري متزوجين بزازين كل واحد مخلف 12 ما تقولوا لي شجاكم يا اخي ترى مو صحيح والله العظيم يعني مو صحيح. هسه شنو تدير وجهك تلقى 6 9 7 شنو السالفه يعني مو صحيح. تروح عليه تلقى يبكي شغل ماكو شغل ماكو غير ترتب حالك بالبيت ترتب وضعك شغل ماكو تخلف 9 ترى مو صحيح والله العظيم. قاعد بتشينكو بالحواسب يعني مو صحيح والله مو صحيح والله يعني مو صحيح والله يعني بلد ما بيه تعداد سكاني بلد ماشي بالهاج. شلون تصير انتخابات ببلد ما بيه تعداد سكاني؟ شلون تكتب موازنه ببلد ما بيه تعداد سكاني؟ شلون تتمرر المشاريع والمستشفيات وعدد الجامعات الاهليه والقبول بالجامعات باختصاصات معينه اذا ما عندك تعداد سكاني؟ عدد النواب اصلا شلون يتقسم اذا ما عندك تعداد سكاني؟ هاي كلها واقفه على التعداد. انت تدري الحكومه تعطي التخصيصات الماليه للوزارات بدون ما تعرف عدد موظفيها؟ الوزاره يجيها سبرايز بوكس تسوي له انبوكسنج مثل اليوتيوبرز. يا الله مرحبا مشاهدينا الكرام، لا تنسون اليوم اشتراك وتفعيل الجرس. اليوم ويانا انبوكسنج ميزانيه الوزاره ما شاء الله الخير زايد هاي السنه. هاي حصه الاخوه بالعصائب، هاي الخميس، هذني للجماعه، وهاي للوكلاء والمكاتب الاقتصاديه على باب الله، وهاي شدات مال الفضائيين، و هاي الرواتب مال الموظفين. خلاص هذا نعوف سبرايز بوكس ونخلي فلوس هنا. عجبتني السالفه، وما دام السالفه اتفاقات وخوانيات وتقرص وتكمكش، فايش وقت راح تنقر الموازنتين ان شاء الله؟ فيما يخص الموازنه استاذ احمد، مو احنا مرات نشوف عدم قرار موازنه هو افضل من قرار موازنه. ارجع بابا شوف السماحيه اللي عند الحكومه انه تقدر تشتغل بدون موازنه. ارجع اشتغلت سنه كامله بدون موازنه وطبينا هسه بالسنه هاي كنا ربعها راح ناكل ونصها مثل الورد. وسؤال الموازنه شو نسوي بيها؟ شنو السالفه؟ علي تعرف مميزات كلب العشيره شنو؟ شنو؟ كلب العشيره هو مصطفى سند. هذا سؤالك يدل على الذكاء والشجاعة سوية. ذكاء عالي جدا بفهم الموازنة، وشجاعة انه تطلع تسولف بهذا الذكاء قدام العالم. مصطفى بدون موازنة ما حد راح يعرف البلد ايش قد دخلت له فلوس وايش قد طلع من عنده فلوس وايش قد صرف وايش قد انخمط. لان الموازنة العامة انت كنت تريد تصير عضو اللجنة المالية تقول افتهم بالموازنات والفلوس. الموازنة العامة هي بيان تفصيلي يوضح لك إيراداتك ومصروفاتك وفق برنامج حكومي يوافق عليها البرلمان الممثل للشعب. والمشكلة مصطفى برلماني يعني شغلته مراقب، فمن تقول لي ما نحتاج موازنة يعني أكو ليك بالموضوع. خوما ناويين تطلعون ويا الناس طلعت 2014. الموازنة التي الآن زحفت ما حد يتكلم عنها، وأيضا هناك خطورة أن تلحس. شنو السالفة؟ أكرر يعني مو صحيح أن تلحس موازنة 22 مثل ما لحست ميزانية 14 لأنه يردون يزحفوها وتصير موازنة ل 23 مثل ما لحست ميزانية 14. ما أعتقد أكو أي خطورة بالموضوع، بالعكس الخطورة من ماكو لحس. أصلا الموازنة من تلحس تقر وتجيك للدرب. أخي الإنسان يخسر جهد ويخسر فلوس ويخسر حريته وقعداته وأصدقائه حتى تقر الموازنة. إنه فوق ما الموازنة هي تعطيه فلوس وما يلحس. أنا أتفق وياك الزيادة كالنقصان، لأنك واحد ب 2014 لسانه أهل طولة لحسها كل شيء ما بقى بيها إنه بقرع.
بس يبقى اللحس باعتدال مهم. ولأن ماكو موازنة صار سنتين دبي ما صعد نائب. 327 عضو ما عرفوا يلزمون الموازنة خلوها تقر. بعدين نعيم العبودي دكتوراه عربي يعني دارس لسانيات احط على الموازنة. عمي انطوها الواحد كفو يلزمها من العجز يطلعها مستقرة 2025. يشرعها تشرع يخليها تشرع كاشي. يخلي التصويت يوصل للجيران. مجاورة شقيقة. لأنه وياهيش مشاكل الموازنة ما راح تمر. هم موازنة عالية، هم مئات آلاف الموظفين الجدد اللي رواتبهم واقفة. هم سعر النفط ممكن ينزل فوق ذني كل الدينار العراقي ده يخرط قدام الدولار حتى ينمنع تهريب الدولار لإيران. معذرة يا أحمد، ولكن إيران وجدت طريقة أخرى لسحب الدولار من العراق. شلون؟ عن انتشار مبالغ مالية مزورة من فئة 25,000 دينار دخلت من إيران. إن إيران تطبع عملة عراقية مزورة لا يمكن تمييزها عن العملة الأصلية، ومن خلال ذلك يتم سحب الدولار من السوق العراقية. معودين على كيفكم يعني كمية ضخمة من المزور موجودة بالسوق. وقال متداولون بالعملة إن الفئة النقدية للعملة 25,000 دينار انتشرت في الأسواق المحلية بكميات كبيرة. المعلومات اللي وردتنا أنه احتمال تصل 50 مليار دينار عراقي مزورة إلى الأسواق العراقية. إيران الآن يعني ضخت أموال ضخمة جدا إلى سوريا، وفي نفس الوقت ضخت أموال مزورة إلى العراق وحصلت بمقابلها على العملة العراقية الرسمية وعلى العملات الصعبة، وأخذت تبيعها وتحاول أن تلتف على هذا الموضوع. أنا آخر فيديو كلش حبيته بصراحة. آخر فيديو هو الدقيق أيوبا نجاح محمد علي. شوف هذا الفيديو من قبل 10 سنوات. 10 سنوات يحكي بالموضوع ويحذر يابا إيران تضخ أموال مزورة بالعراق، إيران تدمر الاقتصاد العراقي على المستوى البعيد، يابا عملات صعبة عراقية تضيع من عندنا. 10 سنوات يسولف الرجال خطية. 10 سنين شاف الوضعية صارت صعبة راح صار ويا إيران. صفقة النجاح. كلب العشيرة هو. تعرف شغلة؟ الفصيلة الوحيدة الموفية من الكلاب هي كلب العشيرة، وبقات كلها ممتازة. اي المواطن العراقي كان خايف من الدولار فسوى له مفاجأة، لازم يخاف من الدينار. لحظة اخوان دقيقة، اكو مشكلة هنا عندي دقيقة. هسه ايران دا تطبع فلوس، الميليشيات الموالية لايران دا تتصنع بالعراق بدعم واسناد من ايران. واكو عملة عراقية دا تنطبع بايران. الميليشيات تتمول بالدينار العراقي. الميليشيات شلون تشكر ايران على دعمها؟ تعطيهم الدولار مال العراق، وايران تاخذ الدولار مال العراق بدينار عراقي مطبوع يمها. فالميليشيات العراقية الموالية لايران صار على ايران ببلاش. يعني ارخص شيء ممكن، ويضوج من تقول له ذيل لك حتى مرحلة الذيولية ما واصل لها. باوع مجد من وجود ممثلية في بغداد والبصرة واقليم كردستان ايضا، يعني مجد من وجودها. يعني بما يخص النفط تكلمت حضرتك، جزئية النفط يعني حقيقة يعني كما تعلم البصرة يعني تطفو على بحر من النفط. ايضا المناطق الاخرى يعني لها امكانية تصديرية كبيرة من النفط، لذلك حتى ان كانت هنالك ممثلية من قبل الجمهورية الإسلامية في ايران، فهذا الامر يعني دبلوماسيا مرغوب به من قبل الحكومة العراقية ومن قبل السيد السوداني، يعني ليس هو بالامر الخفي كما تعلم. لا واحنا ضايجين يتدخلون بالقرار العراقي. تقوم لك ممثلية من وزارة النفط الإيرانية موجودة بوزارة النفط العراقية. دا يطبعون عملة عراقية، يعني احتمال يشتكون علينا لأن نطبع عملة مكانهم. لأن اكو احتمال كبير اللي عندنا عملة مزورة واللي عندهم حقيقية. معقول احنا اللي محتلين ايران لو العراق لو شنو ايش دا يصير؟ عزيزي بين كوكب الارض ممكن تشك في لحظة انه الزبابيك ما راح يدافعون عن موضوع التزوير. كل عقلك انت. وبالمناسبة يطبعونها احسن من الطباعة الحكومية لثلاث دول. فهذا موجود، لكن ما اعتقد ان يشكل النسبه شوي عاطفي. لا ما الاحسن هذا لا والله انا شفتها احسن مواصفاتها اعلى. استاذ وائل طبعا تافل عليه السيده تخبر شنو ما السيده سيد خامنئي انت مخبر؟ لا حيل بينا اذا المزور اللي ينطبع بايران اقوى من اللي ينطبع بالعراق فنستاهل والله ما نعرف نسوي شغلنا عدل. هو حتى عليك بوبي اللي قلدوه الايرانيين اقوى من اللي ينصنع بالعراق. طبعا اليوم ابني راد اشتري له عليك بوبي
رحت للمحل مال الاسواق، اخذت له 2 بربع، بس اكتشفت شغله غريبه. هذا بوبي، شوفوا مبين واضح، هلج بوبي. هاي هنا صنع في العراق. هسه شو عندنا هذا الثاني، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه يوبي. هذا شنو هذا؟ مكتوب ايران طهران، بس اكتشفنا احنا شغله غير هاي. شوفوا هنا هذا بالعراق جاي يصلي سني وهذا جاي يصلي شيعي هذا ايراني وهذا عراقي. حبي اللي دا تحكي انت ما دا تشوف الفرق انت؟ مالتنا اسمه بوبي، هذاك يوبي. وانت شلون انت شلون استنتجت انه هاي القصه لها علاقه بالصلاه؟ واضح الموضوع متعلق بالفوتو سيشن مال كلب. بوبي ويوبي كل واحد يسوي فوتو سيشن شكل، هذا مكتف وذاك منزل ايده. فانت ليش ربطتها بالصلاه؟ مبدئيا الشلاب ما تصلي. ثانيا الشلاب ما عدا تفرقه طائفيه، ما عدا كلب العشيره يوبي. فالقرارات اللي تطلع بايران اقوى من القرارات اللي تطلع بالعراق. كل شيء من ايران قوي واصلي، فلوس، زرع، معلبات، سياسيين، قرارات، وحتى الكريستال. زين امريكا ما عندها غير حل لضبط تهريب الدولار. وامريكا في نيتها طبع دولار خاص بالعراق بمواصفات خاصه يتم تعقبه حتى بالجي بي اس ويعرف اين يذهب هذا الدولار. هذه المساله ممكن ان يتم الاتفاق مع الجانب الامريكي على هذه المساله. هذا مقترح امريكي مو عراقي يعني. اي طبعا اكيد. اي والله احسن فكره بالعالم، دولار بجي بي اس. اول واحد راح يخسر بهاي الفلوس يا الحجيه اللي تقول لك يوم ما جيب فلوسك خلي لك، ليش تصرفن على مكسرات ولا مسلعات؟ تجيك مثل صوت الضمير بحيث تشيل $1000 تعطيه اياه وانت تبكي. تجيها ورا شهر يما وين الفلوس؟ محتاج المحرك قام والله يما صرفتن على البيت، هاي خيتك تمرضت وزاهي وصابون ورقيات وبطيخ، وذاك اليوم اجونا خطار، هاي بشيء ما كنتها جابت اشترينا لها قماش كوديري. تفتح الجي بي اس تلقى $1 كلهم بالبوفيه مالته. ثاني واحد راح يتضرر من $1 اللي بي جي بي اس هم المتزوجين. مرتك تجيب هدايا، تجيب لك هدايا فلوس تعطيك اياها، هاك حبيبي هاك، لا تكيف بتراقبك. خليك حذر وين تصرفهن وين تخليهن، مو مال تعطيك ورقه ويطلع لها بالخريطه دا يهز. خليه بصدر اسو حبيبي. حبيبي هاي شنو فلوسك دا تهز؟ والله حبيبتي هو $1 دا يرقل هالايام ما ثابت، صاعد نازل يمنى يسرى. ابويا باعي شلونه؟ ايه عمت عيني على $1. هسه بهيك قصه تعرفوني انا واحد يكيف على المشاكل. والله قصه الموازنه والدولار مو قصه اسو ما لها علاقه بيها، اسو كنا مكيفين عليها. بس حتى تمر الموازنه وهيش مشاكل لازم العراقيين يسوون حلول. فحتى نحل المشكله انا اقترح لكم اقتراح، ليش ما نزيد موارد الدوله وكل من ياخذ حصته؟ اعرف الضغوطات قللت المالات ودا تعاركون عليها وشلاب العشيره قاعد تنبح. زيدوا الموارد، كملوا مثلا انبوب العقبه، مشروع انبوب العقبه خوش مشروع مؤسسي له ويجيب فلوس زينه ويطلع النفط، يصير مصدر ثالث للنفط غير البصره يطلع من العقبه. وصف رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الأسدي أنبوب البصرة العقبة بأنه مشروع محكوم عليه بالفشل. أنبوب البصرة العقبة لن يكون، وإذا أرادوا فليجربوا ليروا بأم أعينهم ما سيحل بهم وبمن يعينهم على ذلك. قلت له ما تصير هاي الشغله، قال لي هذا رئيس البرلمان ما يعرفني، قال لي ليش يا زلمه؟ قلت له والله انا فجره الانبوب. طبعا هو تخبر شنو انت فجره؟ ايش قاعد باجتماع رسمي؟ قلت له انا فجره. قال ليش؟ قال موزع ماء كلهم موافقه، وقلت له نفس الكلمه نفس المثل، قلت له وهب الامير ما لا يملك، قلت له مو مالتهم. يا زلمه شو هذا صارت تفجر بواري واحنا سميناك ويسطوط طلعت طمطف. يا زلمه هلا جاي على بور العقبه، ليش ما جيت تحير بالبور اللي اكلته من الاطار ورا ما علقت عضويتك باللجنه الماليه؟ يا زلمه انه بالجناح السياسي مال النجباء يهدد لكم بابا. هذا الجناح السياسي، هذا شغل الجناح العسكري. السياسي يعني سياسه مسايس، انتم الجناح السياسي شغلكم دبلوماسي، الجناح العسكري شغلته دبلوماسيه. يا زلمه شو هي اسبابك اللي تريد من وراها تفجر انبوب العقبه وتتحول الى ارهابي دولي؟ يجوز تقنعنا نوقف وياك كذب ما تقنعنا. لا قال ليش يا زلمه شلون صار؟ تتقبل؟ قال اتقبل. قلت له ننسى مال فاتحه الزرقاوي، احنا العراقيين ننسى مال فاتحه البنه. ليش يا زلمه ننسى ازلام النظام السابق، ننسى رغد، شنو ننسى منكم؟ شنو كان جوابه؟ وقفوا عليه حيله، وقفوا وكلم الوفد كله وقف عليه. والاطراف اللي قاعد يمهم انت ما حكوا.
والله كذب والله العظيم كذب. بس شايف هاي مال لزمته ضربته لعبت بيه طوبه شو ما جاوبني انا سبع. هم قاموا وقالوا له كلب العشيره علي بدي احكيك موضوع مهم على كلب العشيره يا تفضل. كلب العشيره دائما من يسولف يحكي في جروب زيج يعني كلب وهو يجيبوه حتى يعوي. بعدين شو يسوون يقولون لزمنا لكم اياه يلا خلاص هذا اوكي بعد ما يعوي هاي المهم. مصطفى يا زلمه هو باوع. لو صاير اتفاق بين الاردن وبين القلايطه مالتك على هذا الانبوب نفسه كان وصلت لهم النفط بس بحلوكم والله كان هيك وصلتوا. كان مديتوا ان شاء الله صندات نقلتوه بالاسفنج تنقلوا والله العظيم. بس الفكره بس ما دام الموضوع مو يم بالقلايطه وما صار اتفاق وياهم فيا زلمه افجر الانبوب يا زلمه. فيا زلمه كلاب العشيره علي شوف كلاب العشيره هي الكلاب اللي تهوهو فظل تهوهو دائما. بعدين يجي القليط فياخذ تنازلات اكثر فجاه كلب العشيره يقعد ويلف ذيله وينام وبعدين ما يهوهو. بعدين ينضم الى ان يجي وقته. وين السوداني؟ تعال شوف لك حل المصيبه اللي انت بيها. قلل المشاكل الموازنه. اتصرف يا زلمه. بسبب استمرار تذبذب سوق العمله السوداني يعفي محافظ البنك المركزي ويكلف علي العلاق بدلا منه. العلاق مرشح المالكي ام مرشح السوداني؟ لا والله الحقيقه مرشح السوداني. هاي مو الحقيقه. لا والله الحقيقه مرشح. ودعتي السوداني اتصل بالسيد المالكي هاشم دا ينطي رؤيته في انه ان يجيب العلاق. اجا جواب من السيد المالكي شو درايك؟ قال له رؤيه افضل صائبه. السيد العلاق سيذهب الى امريكا ويحاول ان يقنع الامريكان بشتى الوسائل والطرق ونتمكن من ارجاع سعر الدولار. يمتلك ايضا من العلاقات يعني مع الامريكان يعني الامريكان يردون خاطره بين قوسين يردون خاطر العلاق. يعني هذا رجل امريكي. لما نقول هناك رضا وقبول امريكي عن العلاق احنا نريد نستثمر هذا القبول الامريكي بهذه الشخصيه حتى نوصل الى توافق في ان لا نثقل كاهل المواطن العراقي. هذا شيء. علي اخبن العشيره دا علمك على العشاير. اخبن العشيره يا علي هو اللي يشوف العشيره تسوي فخ فيجي كشف للعالم. وهاي معلومه للاجيال سجلها يمك. اماتي يا استاذ عادل مانع فمثل ما افتهمنا اجى المالكي والسوداني قالوا راح نحل حتى نحل ازمه سعر الصرف فاحنا نقشمر على علي العلاق ونجيبه يقشمر على الامريكان ورا ما ينزل سعر الصرف نختلف على الامريكان وعلى علي العلاق. انت ايش سويت؟ اجيت كشفت الخطه وقشمرت عليهم على الهواء مباشره. بدها تقولهم للامريكان علي العلاق هذا الفخ هنا لا تدوسون بيه. قشمر العشيره يا علاق. هو هذا الشخص ما ادري شنو بس شيء مهم. عادل حتى التسريب الاخير اللي طلع على علي العلاق ويا احمد الشلبي ما راح يأذيه القد. وبناء على جهودك هاي فانت استحقيت بجداره رتبه عميد زاروب بفرقه الزواريه بصفقه العميد الزاروب عادل مانع على لقبه الجديد. شوف هم كانوا اثنين راح ينزلون الدولار. الاول علي العلاق اللي عادل مانع كشف خطته واحتمال يفشل. بقى الشخص الثاني اللي كل العراق يراهن عليه فهد. فهد اعتقلوه هذا الاسبوع. حتى اخر امل لتمرير الموازنه ضاع. فاتصور يحتاج لنا زبده. غصون جاهزه؟ زبدة الموازنة جاهزة. أهلا بكم في تقنية الزبدة. سنة 2022 العراق ما أقر موازنة ومشت المصاريف بالرواتب بشيء بديل اللي هو قانون الأمن الغذائي. دخل العراق في عام 2023 وهو بعد ما مشي موازنة 2022 فصار موازنتين. مئات آلاف الموظفين الجدد اللي عينتهم أو ثبتتهم الحكومة العراقية ما تقدر تدفع رواتبهم إذا ما يتم إقرار الموازنة. المشاكل اللي مأخرة الموازنة هواية، من ضمنها الصرفيات الجديدة اللي انضافت بالتريليونات وهي محتاجة تخطيط وموازنة من جديد. خلافات بين القوى السياسية وخاصة المشكلة الأخيرة بين الطرف السياسي بالإطار ضد طرف بحكومة اقليم كردستان. وإذا دا تسأل إحنا أصلاً ما عندنا تعداد سكاني فشلون تنكتب وتنقر الموازنة؟ الجواب الموازنة بالعراق خاضعة للمحاصصة وليس للتقسيم الصحيح والعادل. وإضافة لكل هاي المشاكل أكو مشكلة مستمرة من أسابيع اللي هي ارتفاع سعر الدولار. راح تتمرر الموازنة لو تختفي مثل 2014. ما حد يعرف، حتى كلب العشيرة ما يعرف. خليكم ويانا. يلا حيهم.
تعال 3 2 1 شنو بس تعال مالتك مو مال اسد لا عاد تعال مالتك مال لا والله مال اسد لا دقيقه فهمتني غلط هاي شلون الاسد استواء ما مسوي نفسها هيك انت مالتك هيك كانت مرتخيه على السريع اريد اسالك سؤال ايش قد وزن كره القدم بسرعه انت اخوك كذبت لنا فيها ليش جبتها وخليتها وخليت العالم بالتعليقات ايش قد وزن كره القدم رقيه هي 4.5 انت قلت 4.5 مبروك البطوله بارك فيك شكرا جزيلا على الانجاز اللي سويتوه شيء قليل نقدمه هذا لبلدنا وشعبنا اكيد كان انجاز عظيم انت اديت اداء عظيم صفقه الايمن وصفقه المنتخب وكان حقيقه يعني انتم فرحتوا العراقيين عيشتوا العراقيين ليله من العمر يعني انتم هال 30 نفر من 40 نفر اللي كلكم ويا الطاقم ايش قد 40 50 نفر تقريبا عيشتوا العراقيين ليله من العمر فشكرا جزيلا لكم. لا واجبنا هذا يعني احنا اكيد انت تلعب بين ارضك وجمهورك وتشوف الجمهور حاضر يعني تروح للملعب فشي فظيع يعني بالملعب 65 وبرا مليون. غني لنا اغنيه عراقي. من يغني؟ انت؟ لا يا ملا انت دائما تتنمر عليهم امطار خطيه لين طلع غنى مره واحده فلازم تغني هسه اليوم يلا. لا والله ما اغني الا تتغني والله ما اغني صوتي ما حلو. لو تغني لو تشوت الطوبه هاي ب 4.5 شوت الطوبه تشوتها ما راح تغني انت يعني؟ لا هو يغني لي واحده بس لا ما الخاطر لا يا ابي غير يلزمونه مثل همام هسه يلا غير يلزمونه مستحيل. زين شلون غنى يا همام؟ غنى هي مال حسام الرسام ايش قال؟ عراقيين ايش قال؟ هي غير هاي مال عراقيين هاي صوتك حلو بعد حلو انت سنجل هسه ايه قولها بصوت عالي شو كأنك رجف صوتك رجف سنجل انا عندي اليوم عليك مقترحات امي ما شفت الفيديو مالت امي دمرتني بساحه الاحتفالات جاوبك ساحه الاحتفالات العالم مقلوبه هيجي احنا ما نقدر نفوت طلعنا بالقوه رجعت للفندق واحد ينزل الفيديو امك تدور لك مره بالشرقيه قلت لهم شنو هاي؟ قالت والله شو هم طلعوا جوي قلت لهم والله امنيتي يتزوج ايمن قلت لها احنا جبنا لك خيارات اخوي بما انه انت سنجل اه. الخيار الاول مشاهدينا لاعب المنتخب العراقي ولاعب نادي المرخيه في قطر ايمن حسين كان ضيف الحلقه شكرا جزيلا ايمن شرفتنا نشوفكم الحلقه الجايه باي باي